لو انت طالب ثانويه عامه فالفيديو ده ليك. متنساش تطلب لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. هنتكلم عن تنسيق كليات كل حاجه تخص فتره الجامعه. المهم عايزين نخش في المهم فتره الكليات. بما ان طالب في ثانويه عامه انا عارف ان كل حاجه ضغط عليك، كل حاجه ممكن ضدك، ممكن دي اخر طاقه عندك، بس صدقني هتوصل لحلمك. حلمك يستاهل ان انت توصل عشانه او ان انت تتعب عشانه. في غلطه الناس كتير بتعملها، ان انت مثلا زي ما انت عملت في الامتحان العربي، انتوا خلصتوا وروحتوا قعدتوا تراجعوا الغلطات، فطبعا ده اثر عليك بالسلب في الامتحانات الجايه. ما تراجعوش، ابعدوا عن المراجعه. صدقني مش هتستفاد حاجه لما تعرف انت عندك غلطه. ركز على حلمك وفكك من اي حاجه تانية. مفيش حاجه تستاهل حرفيا فرحتك وفرحه اهلك تستاهل كتير ان انت تتعب عشانها. فركزوا على حلمكم وصدقني هتوصل. انا واثق ان انت هتوصل، وان انت قد كل حاجه وقد كل حاجه صعبه وهتحقق احلامك. بس ما تراجعش، تجنبوا حته المراجعه، تجنبوا كلام السوشيال ميديا، تجنبوا اي حاجه ممكن تضغط عليك. فكرك مفيش اي تنسيقات ظهرت الفتره دي، ان مثلا حد ينزل فيديو تنسيق مش عارف ايه. مفيش تنسيقات ظهرت، مفيش اي حاجه ظهرت، فما تمشيش ورا كلام حد. صدقني مفيش اي حاجه. ريح دماغك خالص، ركز بس على امتحاناتك. كل ده المطلوب منك، بس ما تراجعش اي حاجه. أو انت بس كل اللي عليك تذاكر وتروح تمتحن، تذاكر وتروح تمتحن، وتفكك من اي حاجه تانية. كل حاجه تانية مش مهمه. واي حد هيحبطك ولا يقعد يقول لك هيضغط عليك، ابعد عن اصحابك. ابعد لو انت في حياتك حد او مرتبطين او كده، كل ده مش هينفعك. صدقني ما هينفعك. ابعد حتى عن اصحابك ذات نفسهم هيروحوا مع الوقت. ف انسى كل ده. وحاجه كمان، في ناس يعني مثلا ان انت بتروح عشان مثلا حل في امتحان وحش، ولا حاسه انها متلخبطه في الامتحان، تبعد عن اهلها. اللي تلاقيه ينتحر واللي يعمل حاجات مش كويسه بيضيع اخرته. ليه؟ انت بتخسر نفسك، بتخسر الناس اللي حواليك. طب عشان ايه؟ ده مهما كان امتحان وخلاص ونهائي، يعني مش نهايه العالم، ولا اللي هيحدد مستقبلك، ولا هيعمل فيك اي حاجه يعني. فبلاش الضغط النفسي اللي انتوا عايشين فيه. حليت وحش، حاول انت تحل حلو في الامتحان اللي بعده. ركز على الامتحانات اللي بعدها. ما توقفش حياتك عن نقطه معينه، ان انا حليت وحش فخلاص لا انا مش هحل الامتحانات الجايه وخلاص انا خلاص لا انا مش هعمل حاجه، انا هوقف كل حاجه في حياتي عشان النقطه ان انا حليت سؤال غلط. ازاي احل سؤال غلط؟ طب ما انت ركز في الامتحانات الجايه عشان ما تحلش سؤال غلط تاني، ولا ان انت يحصل فيه اي دروب معاك. فعادي يعني. فمعنى اصح اللي هو مهما حصل في حياتك الثانويه عامه ولا حصل اي حاجه، خليك جنب اهلك، ثق في الناس اللي بتحبك، خليك موجود عشان الناس بتحبك. صدقني يوم في يوم من الايام احلامك دي هتتحقق، وهتضحك على الايام اللي بتحصل دي. وصدقني مهما كان الرحله صعبه، هي تستاهل ان انت تتعب عشانها او عشان تحقق احلامك مش اكتر. وفكك من الناس اللي هتكلمك يوم النتيجه. انت هتلاقي ناس هتكتشف في الاخر ان انت عندك قرايب اساسا، والناس دول ما تعرفهمش لهم قرايب منين. هم اصلا مش تعرفش الناس دي داخله تكلمك منين اساسا عشان يبقى عارفوا نتيجتك. كل دول ما يفرقوش. صدقني اهم حاجه انت تبقى مبسوط في حياتك ومحقق اللي انت بتتمناه. انت سواء دخلت اي كليه، بس الكليه دي انت تخش وانت حابب الكليه دي، مش عشان ان هو حد مثلا اجبرك لا انت هتخش طب، انت هتخش هندسه بالعافيه. انت فكر، حقق احلامك انت، حقق ذاتك. الناس مش هتنفعك. وفكك من كلام الناس ولا اخر حاجة. فانا جاي اقول لك كمل يا بطل، انت قدها وهتوصل في الاخر. وما تنسوش تدعوا لكل اخواتنا في الكومنتات اللي في ثانويه عامه ان هم يحققوا احلامهم، لان هم تعبوا كتير عشان يوصلوا للمرحله اللي هم فيها دي. فادعوا لهم كتير في الكومنتات. وما تنسوش سبسكرايب ولايك عشان يوصل لك فيديوهات تنسيقات وفيديوهات تطوير الذات. وهكون متابعك فتره الكليه من اول يوم كليه لحد يوم اخر يوم كليه، وان شاء الله اكون معاك بعدها كمان. بس ادعوا لنا وادعوا لثانويه عامه ربنا يحقق لهم احلامهم ويطلعوا مبسوطين ومضمونين الخاطر باذن الله. اسف لو طولت عليكم. ان شاء الله يكون الفيديو ده فرق معاك ولو 1%. انا هكون مبسوط جدا باي حاجه ان انتوا مبسوطين عموما، او انها دعمك ولو 1% حتى.